قصة الإنسية التي تزوجت جني. الحلقة الثانية. بعد أن نسيت أشتر خاتمه الذي أوصاها زوجها بألا تخلعه، حلمت بكابوس مرعب، حيث رأت زوجها يحارب غولا ضخما ويستجديها بأن ترتدي الخاتم بسرعة، وابنتاها كانتا تنظران وهما تبكيان. أفاقت مهلوعة وذهبت للحمام بسرعة ولبست الخاتم، وبينما كانت تتساءل عن هذا الكابوس سمعت صوتا في فناء المنزل، فأطلت من النافذة، وكانت المفاجأة بأن رأت كلبا أسودا ضخما يتصارع مع نسر، وفوق غصن شجرة التفاح حمامتان ترقبان المعركة بحذر. بدأ الحلم يتلاشى شيئا فشيئا ليتجسد في الواقع الذي أمامها. ماذا يجري؟ أيعقل؟ أيعقل إنه ذلك النسر؟ أذلك النسر زوجي يتصارع مع هذا الكلب؟ ابنتاي هما الحمامتان؟ لا بد أنه زوجي. فما الذي سيأتي بنسر في هذه الأنحاء وفي هذا الوقت؟ لقد صدق الحلم، بل لم يكن حلما يا إلهي. تجمدت مكانها من الخوف، وأخذت رجلاها بالارتجاف الشديد، وتحشرج حلقها حتى لم تعد قادرة على النطق، وبدأت أطرافها بالتنمل. حاولت التحرك ولكنها كانت متجمدة، تهم بأن ترجع للخلف، ولكن جسمها كأنه التصق بالأرض. حاولت الصراخ، ولكن لم يكن يخرج من فمها غير هواء بارد. كانت المعركة دارية جدا. أخذ النسر يطير عاليا ويهوي على الكلب بمخالبه الحادة، في حين كان الكلب يحاول إمساك النسر، ولكنه كان يصده بجناحيه القويين، إلى أن فطن الكلب لوجود الحمامتين فانطلق باتجاههما مسرعا. أصيبت عشتار بذعر جديد حين رأت الكلب يتجه لابنتيها، فانبثقت طاقة كاملة بداخلها سرت في جميع أنحاء جسمها، ولو لم يتحرك جسمها لمشت روحها تاركة ذلك الجسم المتحنط. انطلقت لا شعوريا خارج المنزل، تحمل رجلها غريزة الأم. قفز الكلب باتجاه الحمامتين، وكاد أن يحكم قبضتيه عليهما، إلا أن النسر هب عليه مسرعا واصطدم به، وهوى الاثنان يتدحرجان على الأرض. أومأ النسر للحمامتين بالهرب، وسرعان ما طارتا مبتعدتين. في هذه اللحظة كان الكلب جاثيا فوق النسر، الذي أخذ منقاره الحاد يخترق صدر الكلب بقوة. حاول الكلب تفادي الضربات، وفي نفس الوقت إحكام قبضتيه على النسر، إلى أن النسر استطاع الإفلات، ولكن كان هذا من سوء حظه، لأن الكلب قبض على رقبة النسر بفكيه الحادين وطرحه أرضا مرة أخرى. وانقلبت الموازين لصالح الكلب المتوحش. أخذ يهز النسر هزا شديدا من رقبته، وكان واضحا أن قوى النسر بدأت تخور وأوشك على الهلاك، إذ لم يعد يتحرك أبدا. فجأة وإذا بحجر صغير متردد هوى على رأس الكلب، تلته صرخة من عشتار: يكفي، اتركه، يكفي. أفلت الكلب النسر من فكيه وأقفز على عشتار وطرحها أرضا. ما كان من عشتار إلا أن تسمرت أرضا والكلب فوقها، وهي تنظر في عينيه بهلع شديد. هم الكلب بأن ينهشها، لكن حدث شيء عجيب. حين نظر الكلب لعيني عشتار تسمر مكانه هو الآخر. لحظات حتى هدأ الكلب وابتعد عدة خطوات ملتقطا أنفاسه، وقال: ما تكوني أيتها الإنسية؟ عيناك سحر رهيب أصابني بارتعاج. لا عجب بأن أمير الجن وقع في حبك، أجزم بأنك ساحرة خطيرة. قال هذه الكلمات وولى هاربا. لم تستوعب عشتار ما حدث. أيعقل أنها استطاعت إخافة الجني؟ نهضت مسرعة باتجاه النسر الذي كان فاقدا للوعي وينزف دما. حبيبي جرجامش، أرجوك تماسك، لا تمت. ودموع عينها سالت فوق خديها. وضعت رأسها على صدر النسر تتحسس نبض قلبه، وكان هنالك نبض لكن ضعيف. يا إلهي، ماذا يحدث لي؟ شقت خرقة من ثوبها ولفت بها رقبته لإيقاف النزيف، وهي تبكي وتفكر ما العمل، إذ إن ظل على هذه الحال سيموت لا محالة، لأن جرحها عميق جدا. أخذت تفكر بسرعة لدرجة أنها لم تعد قادرة على كبح جماح عقلها. هل آخذه للمستشفى؟ ماذا علي أن أفعل؟ تذكرت. لقد قرأت في إحدى كتب الجن أن الجني إذا أصيب بجرح في عالم الإنس لا يلتئم جرحه إلا إذا عاد لهيئته الطبيعية، وحتى يعود لهيئته الطبيعية لا بد له أن يعود لأرض الجن. صدق من قرأت. كيف يعود وهو فاقد للوعي؟ وإن ظل هكذا سيموت لا محالة. حملته ووقفت تهم أن تدخل به المنزل تارة، وتارة أخرى تهم أن تخرج به، وهي تحضنه باكية: تماسك يا حبيبي، أرجوك، يا إلهي، ما العمل؟ توقفت في منتصف الحديقة، وكأن فكرة قد لمعت في عقلها.
تذكرت رسالته الأخيرة حين فارقها، حين كتب: كنت دائما تمشطين شعرك وتتمرجحين عند شجرة التفاح في حديقتكم، وكنت أنا مشغوفا بالتفاح كثيرا، إذ كنت أتسلل من أرضنا عبر هذه الشجرة. نزلت على أرض الحديقة، اتجهت باتجاه الشجرة. كيف كان يتسلل يا ترى؟ هل من الممكن أن يوجد طريق من هذه الشجرة يؤدي إلى أرض الجن؟ أخذت تدور حول الشجرة وتبحث في أرجاء المكان، إلى أن انتبهت لجحر صغير أسفل الشجرة. ركضت إلى الجهة الأخرى من الحديقة وجاءت بمعول وأخذت تحفر وتحفر، وكانت المفاجأة أن اتضح ممر سري تحت الأرض لا تعلم إلى أين يؤدي. ماذا يفعل؟ إنه من الجنون أن ندخل إلى هذا الممر المخيف، وما يخيف أكثر أنه يؤدي لأرض الجن. ولكن هل أترك زوجي يموت وهو الذي ضحى بنفسه لإنقاذي؟ هل أترك حبيبي، عشيقي، نور عيني، أبو ابنتي؟ لا بد أن أضحي مهما كانت النتائج كما ضحى هو. بسرعة حملته واتجهت للنفق، ولكنها عادت مرة أخرى لسبب ما. حملت كيسا كان ملقا على أرض الحديقة لجميع أوراق الشجر المتساقطة، وانقضت على خلية النحل التي كانت معلقة فوق الشجرة. لا تدري لماذا، ولكنها قد تكون وسيلة دفاع لو تعرضت لهجوم ما. مشت داخل النفق وهي تدعو وتتمنى أن يكون في عينيها سحر ما، كما قال ذلك الوحش، لأنه قد يكون الشيء الوحيد الذي سيخرجها على قيد الحياة. مع أن النفق كان تحت الأرض ولا توجد إضاءة أو نار، إلا أن الممر كان مضيئا بنور أحمر خافت لا تعلم أين مصدره. مشت ما يقارب النصف ساعة حتى تشققت قدميها وعياها التعب، إذ كان النسر ثقيلا، إلى أن وصلت لنهاية النفق. وجدت بابا خشبيا كبيرا تنام تحته أفعى عملاقة، تجمدت مكانها مخافة إيقاظها. يا إلهي، ماذا أفعل وأنا محصورة في هذا القبر؟ أيقنت أنه لا بد من استخدام خلية النحل، ولو أن استخدامها يعد مبكرا جدا. بسرعة أدخلت يدها في الكيس ورمت الخلية بقوة على الأفعى، واختبأت خلف صخرة كبيرة حاضنة زوجها وهي تبكي بصمت. هاج النحل على الأفعى بشراسة محاولا لدغها، ولكن دون فائدة، إذ كان جلدها متينا ولدغات النحل لا تؤثر فيه. علاوة على ذلك كانت الأفعى تتدحرج بسرعة، لكن لحسن الحظ أصيبت الأفعى أخيرا في عينيها وأخذت تضرب نفسها في جدار الكهف. المكان يهتز، عشتار تهتز، قلبها يهتز، لكن زوجها دافئ. أخيرا اختبأت الأفعى في جحرها. خرجت عشتار بسرعة وفتحت الباب. لم تخف من أن تنتبه إلى الأفعى، لم تهمها لدغات النحل. كل ما كانت تريده هو أن تنجح الخطة، ولا بد من أن تنجح. خرجت أخيرا بنشوة انتصار وخوف مستقبلي، لتجد نفسها أمام شاطئ بحر ساكن وبارد، مع أن الجو كان صيفا. أخذت تمشي بقلق خطوات بطيئة إلى أن وصلت للشاطئ. وجدت جسرا صغيرا طوله 5 أمتار تقريبا، مربوط به 3 قوارب صغيرة، قارب بني وقاربان أحمران، ورجل عجوز بثوب معترئ جالس على الجسر يصطاد السمك. قال العجوز دون أن يلتفت: أشم رائحة امرأة. نظرت عشتار إليه بخوف وقالت: أين نحن يا عم؟ قال العجوز ببرود: بل قولي أين أنا، فأنا أعرف مكاني، أما أنت فلا. احتارت عشتار ماذا تقول، ولكنها حست بالاطمئنان قليلا. العجوز: هل أنت ذاهبة لأرض الجن؟ عاد الخوف لعشتار مرة أخرى وقالت متوجسة: كيف عرفت؟ العجوز: ها لا أحد يأتي هنا إلا إذا كان ذاهبا هناك. حتى تصلي هناك عليك أن تستقلي إحدى هذه القوارب، ولكن حذاري، يجب عليك الاختيار بحكمة. عشتار: ألا تخاف على نفسك من هذا المكان؟ إذ يبدو أنه مهجور، وقد يأتي جن في أي لحظة. العجوز: لا يهمني من يأتي طالما أنه سيدفع أجرة القارب. عشتار: لكني لا أحمل مالا. العجوز: لا أتقاضى بالمال بل بالمقايضة. عشتار: ليس عندي ما أقايضه. العجوز: أشم رائحة عسل ويبدو أنه لذيذ. لحسن حظ عشتار أن الكيس كان لا زال بحوزتها. نظرت بداخله وإذا به قليل من العسل. عشتار: قليل من العسل هو كل ما أملك. العجوز: لا بأس به، أعطينيه واختاري لك قاربا بحذر. عشتار: إن كنت سأختار بين الأحمران سأختار البني. العجوز: فتاة حكيمة، جدفي بالقارب إلى أن تصلي للضباب، وعندها لا حاجة للتجديف، فالضياع سيأخذك إلى أرض الجن.
عشتار برجفة: ألم تقلني إلى هناك؟ فأنا لا أجيد التجديف. العجوز: ها تطلب من الكثير مقابل لعقة عسل، اذهبي قبل أن تذوب حلاوته من فمي. أدركت عشتار أنه لا فائدة من إضاعة الوقت، وقالت: إلى أي جهة علي أن أجدف؟ العجوز: لا توجد جهة هنا، فقط جدفي. نزلت دمعة من عيني عشتار، ولكنها استجمعت قواها ووضعت النسر في القارب، وهمت تحاول دفع القارب لعرض البحر، ولكن دون جدوى، إذ كان ثقيلا على جسدها الناعم. نزلت دمعة أخرى، قالت: هل تساعدني أرجوك؟ العجوز: ماذا جاء بك إلى هنا؟ كادت أن تصرخ له بحماس إلى أن قاطعها: لا أريد أن أعرف، اصعدي. صعدت عشتار القارب بخضوع، ونهض الرجل العجوز ورفع ثوبه مخرج رجله، وكانت المفاجأة رجل حمار. انتفضت عشتار بنسرها لنهاية القارب. ضحك العجوز وضرب قعر القارب برجله فثقبه، ثم دفعه لعرض البحر وهو يضحك. كان هذا هو الشق، وهو فصيلة من الجن، نصف إنسان ونصف حيوان، يتعرض للمسافر إذا كان وحده. أصيبت عشتار بانهيار شديد، وحست ببرودة شديدة في جسمها، وسرعان ما استوعبت أن الماء بدأ يتسلل داخل القارب ببطء. استجمعت قواها ماسحة دموع عينيها، أمسكت بالمجداف الذي من حسن الحظ كان مقعرا كالمعول، فكانت تارة تخرج الماء من القارب وتارة أخرى تقوم بالتجديف. ظلت ما يقارب ساعة كاملة على هذا المنوال، لا تكفأ عن العمل كالآلة، إلى أن أحاط بها الضباب أخيرا، وحست أن القارب غدا يسبح لوحده. استندت بظهر القارب بعد عناء شديد، تلتقط أنفاسها وهي ممسكة بالمجداف، تخرج الماء ببطء، وحضنت النسر لصدرها، ثم أخذت تبكي: أين أنا؟ ماذا جنيت على نفسي؟ جن، كهف، أفعى، بحر، ضباب، مكان مجهول، ونسر لا أعلم إن كان زوجي حقا. حضنته وحست بدفئه، وتذكرت تلك الليالي التي كانت تضع رأس زوجها على صدرها. إنه ذات الدفء. يا حبيبي، تمسك بالحياة، تمسك بالحياة جيدا، لا تتركني، فأنت أملي الوحيد في الحياة، وأنا لن أتركك، إما أن نحيا جميعا أو نموت جميعا. زاد الضباب حتى لم تعد ترى أي شيء، وزادت البرودة وحست بالنعاس، فانسل المجداف من يدها شيئا فشيئا، واحتضنت زوجها متمسكة بدفئه جيدا، ووصل مستوى الماء ما يقارب ثلث القارب، وغدت تغفو من التعب والخوف والحزن، وإذا بضربة شديدة في ظهر القارب أفزعتها علعا، وكادت أن تقلب القارب. أخذ القارب يتأرجح تأرجحا شديدا، أمسكت بالنسر وتوسطت القارب وهي ترتجف ذعرا باكية. يتبع.